الناس اللي بتقعد تجود من عندها ويقول لك لا ده احنا بنعملوه سرير ويبقى فوق متحرك. مفيش الكلام ده، كل ده غلط. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله شطبنا الركنة اللي انتوا شايفينها دي اللي هي الستيل في قلب التشييش ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده ستيل حاجة محترمة. انا بنصح اللي بياخد الحاجات دي ما يحاولش اللي هو يجيب عليها مية او يمسح بالمية. المية دي انسوها خالص لان ده ممكن يبوظ من المية. فاللي يستخدم حاجة زي كده عايز ينظف ولا بتاع بحتة قماشة ناشفة زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هسيب العميل هو بقى ايه يفكها براحته، لان الحاجه دي لما بتتشال كده بتبقى ليها لذاذه لصاحب الحاجه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو الشكل قافل غير هنا، يعني شايفين الشكل عامل ازاي هنا غير بقيه الركنه. ماشي، بيعمل شغل وبينور الركنه. هنيجي هنا بقى ايه الاهم حاجه اللي هو السرير. ناس ياما بتقول لي السرير بيبقى فيه حاجه عاليه والناحيه التانيه واطيه، فهوريلكوا ايه العالي وايه الواطي والكلام ده. ماشي، هنفتح السرير. لازم نصدر رجلينا كده عشان خاطر ما يجريش مننا لان اللي هو فيه عجل. ماشي كده طلع زي ما انتم شايفين كده. حد يقول لي في حاجة عالية ولا في حاجة واطية؟ طبعا كله بسوى واحد. في حاجة تانية انا ضفتها بالنسبة للفارق اللي هنا. طبعا انا لغيته اللي هو عملت فصل وخليت ده اضخم بحيث ان انا ما بيبقاش فيه فارق ما بين السرير والسحارة زي ما انتوا شايفين كده، وكله بسوى واحد. الناس اللي بتقعد تجود من عندها ويقول لك لا ده احنا بنعملوه سرير ويبقى فوق متحرك، مفيش الكلام ده، كل ده غلط. هات لي اي حاجة على اي موقع او اي معرض محترم ماشي تجيب لي سرير فيه متحرك. مفيش حاجة اسمها متحرك. طالما في سرير لازما يبقى ثابت اللي فوق واللي تحت. انا مرة عملتها لان العميل كان عايزها، بس بفضل الله عملتها بحيث اللي هي وانا عملتها على القناة وهتشوفوها. الفرق ما بينهم كان تقريب السنتي او 2 سنتي، ممكن يكون 2 سنتي بالظبط فارق ما بينهم. طبعا بقول للعميل خلي بالك ده هيبقى في فارق 2 سنتي والكلام ده بفهمه. مش بقى بقول له لا مع الوقت ده هيهبط هيبقى بسوى ده. يهبط ايه؟ مفيش حاجه بتهبط بالنسبه لي انا. اما اقول لواحد ده بعد فتره هتهبط تهبط. انا جايب مثلا سفنج عشان خاطر اقول للعميل ده هيهبط بعد فتره يبقى كله بسوى واحد. طبعا ده الكلام ده غلط. ده انا برد على الناس اللي بتشتكي لي من ناس منجدين بيعملوا لهم الشغل ده، لان انا بفضل الله على الواتس بكلم ناس ياما قوي. حتى في ناس بيشتغلوا في المنازل بتاعتهم وبقول لهم ده بيتعمل كذا ده بيتعمل كذا. طبعا انا كل ده باحتسابه عند ربنا. طبعا دي حاجة. الحاجة التانية لازم اي عميل يروح لاي حد سواء انا او غيري يقول له انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، يفسر له. ما يعرفش يروح لواحد مثلا يقول له انا هروح لكذا بس انا عايز افهم منك، اما اروح اقول له ايه. انا بالنسبه لي هنصح حد انا دلوقتي هشتغل او انا مثلا عامل للعميل ده شغل. الراجل دوت من السويس وانا من اسكندريه، يعني مشوار. فالمشوار دوت مثلا هيكلف كام مثلا؟ انا ما بقولش عشان حد يجي لي ولا بتاع، بفضل الله الحمد لله ربنا سترها معايا. بس هنقوله الراجل خد الثقه فيا واشتغلت على هذا الاساس. اللي هيجي يشتغل بقى او هيقول لي منجد اشتغل، هيشتغل في ايه؟ اول حاجة خشب زان، خشبة تكون نظيفة ما يكونش فيها اي سواد اي عروق. اللي هي في بيبقى فيه سواد بس بيبقى بسيط،
لكن لما بيبقى ياما قوي زياده عن حده مش هيبقى الخشبه اللي هي النظيفه. او يعمل سويد. سويد اللي هو الخشب الابيض اللي هو الموسكي، اللي هم بيقولوا عليه في القاهره بيقولوا عليه موسكي، احنا عندنا هنا بيقولوا عليه سويد. السويد ده طبعا فيه انواع، اعلى نوع فيهم اللي هو الفرلندي. الفرلندي دي بتبقى خشبه محترمه وخشبه عافيه. غير في نوع تاني من السويد ده اسمه خشب بياض. بياض ده بتبقى خشبه بيضه فعلا، بس لو انا جبت مسمار وضربته فيها هيغرز، ممكن يغرز المسمار نصه او كله بايدي. ده دليل الخشبه دي وحشه وبتبقى رخيصه جدا، فممكن يستغل النجار اللي هو المخادع ويجي جاي حاطط دي. او نوع تاني اما الفرلندي طبعا ده حاجه تانيه، تتشال تتحط تتحرك 100 لو حصل لها حاجه ممكن مسمار مسمارين تمسك نفسيها. غير الزان. الزان ده باشا عايز يتحط كده ما يتحركش، هتقعد تشيل فيه وتحط وبتاع خلع من بعضه لان هو ما فيهوش مسمار، بيبقى كله غيره. اتحل الغيره خلاص كده ما تعرفش تمسمره، هتمسمره يبوظ اكتر، كل ما تمسمر فيه يبوظ اكتر. لازم يتفك عشان تحط غيره عشان ترجعه زي الاول. دي من ضمن الحاجات اللي الناس لما تيجي تتفق عليها كده. تاني حاجه بقى نخش على شغلنا. كثافه السفنج 45. اللي يقول لي مفيش 45 اقول له انت ما تعرفش حاجه او ما وصلتلكش، تبقى انت ما تعرفش الكلام ده. كثافه 45 موجوده وشغاله بس عند الناس اللي هي بتفهم في الحاجات دي. في انا بشتغل صناعات واللي تحت منها بيوتي، يا دي يا دي، بس الاغلب بشتغل فيها اللي هي صناعات عجباني، انا شايفها احسن من الباقي من اي شركه تانية. بطول عليكم بس عشان تبقوا فاهمين والناس تبقى فاهمه والعميل اللي بياخد شغله يبقى فاهم انا بقول ايه او انا عاطيله ايه. يبقى اهم حاجه كثافه 45. بعد كده بقى الدهور والكلام ده دي بتبقى هنقوله لو حط مهما حط، بس اهم حاجه عندنا الاساس. هنرجع بقى تاني لشغلنا كده. احنا خلصنا السرير بتاعنا هندخلوه ماشي. اظن دخل وطلع واترفع مفيش اي مشاكل وكله بسوى واحد، مفيش الكلام دوت اللي هو عالي وواطي والكلام ده. هنيجي هنا اهو على الصحارة. خش عليا. دي الصحارة زي ما انتم شايفين. مفيش اي حوارات فيها ولا شغل، زي ما انتم شايفين بفضل الله زي الفل. وادي السيل. انا قاعد اشيل مش هخلي العميل يشيل حاجه. طبعا اما كل ده هيتشال هينور اكتر وهتبقى شكلها اشيك اكتر، بس انا عايز العميل يشيل بنفسه عشان تبقى العمليه مشوقه شويه. نيجي هنا برضو الدراع. الناس برضو تشتكي الدراع واطي او الدراع عالي، كل حاجه ليها مقاسات. ما فيش حاجه اسمها اشتغل كده وخلاص. لازم انا ابقى قاعد كده ودراعي يا دوبك. انا لو هاتني دراعي كده هجيبه كده هو جايبها. احنا بنعمله المقاسات ديت متسنطره، كل حاجه ليها مقاس. انا لما بطلع صوره وهشتغل عليها بطلع مقاساتها من على الكمبيوتر. ده لو انا معرفش حاجه خالص بخش على برنامج على الكمبيوتر وبطلع المقاسات دي بالملي. في حاجه كده في الكمبيوتر بتطلع لك الصوره مقاساتها بالظبط. ده لو انت مش عارف حاجه. اما بقى لو واحد شغلته بفضل الله اشوف الصوره اقول له دي
كذا ودي مقاسها كذا وارتفاعها كذا، والارتفاع اللي انا بقوله ببقى عامل حساب التنجيد، غير النجار يقول لي ارتفاعها كذا، هو صح بس بيعملها وما يعملش حساب التنجيد، فبيبقى في حاجات غلط لازما يشارك المنجد. لو المنجد بقى بيسو خالص يبقى الاتنين هيعجنوا مع بعض، فلازما زي ما بيقولوا كده ايه، ادي العيش لخبازه ماشي، حتى لو كل نصه. فانا مش هاكل نصه يعني، بس احنا كده ايه خلصنا بفضل الله. انا عامل البوفين مع الركنه زي ما طلب العميل، عايز 2 بف مع الركنه وعملتهم له زي ما انتم شايفين كده. في حاجه تانية برضو ملحوظه صغيره، شايفين الفارق ده؟ الفارق دوت لازما يكون موجود. ليه؟ لان هنا انا لو هطلع، خلي بالكم من الطلعه، نقف هنا بصوا فين طلع ماشي، هنزل فارق اهو. لو انا كملت ده كده يبقى مش هيطلع خالص ماشي. احنا بقى بنفاديه بحاجات تانية، اللي هي لو انا هعمل ده اللي هو في بومبيه، فبتبقى العملية قصيرة فالفتحة دي بتقل ماشي، او اللي الظهر هيبقى سادة ماشي، ومفيش الستيل، فهنيجي جاي انا مايل بالجنب ده كده هاكله، فتيجي تبص العين هتبقى ايه، هبقى انا سارقه بالعين، اللي هيبقى شايفه مش هياخد باله اللي هو ايه الرمي من تحت شويه، بحيث ان انا اضيع الفرق ده. ما الفرق ده لازم يتوجد عشان خاطر الستيل ده ما يبقاش هنا مفتوح، اللي هيشوفه يقول ده الستيل هو اللي مايل. دي برضو من ضمن الملاحظات عشان الناس تبقى واخده بالها من الموضوع. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير، الناس اللي ما اشتركتش تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.